مساء الخير عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة سريعة كده مع بعض للشتاء. الناس حبايب الشتاء، هعمل لكم ايه؟ حلبة محوجة. دي من مشروبات الشتاء اللي انا بعشقها واغلب الناس بيحبوها وعايزين حاجة تدفوا بيها. هي مش غالية خالص يعني بصوا اهي حلبة محوجة يا جماعة، فيها طعم كتير قوي من المغات، فعشان كده انا بحبها. يعني المغات اللي غالي عليه المغات، هو المغات اللي بيبقى غالي. يجيب الحلبة المحوجة اكنك شربت مغات، بس ايه، تتحمر حلو في السمنة كده عشان تدي ايه، طعم التحميصة حلوة. الله على الريحة، الله على الريحة جميلة. كده احنا محتاجين حبة سمنة تانيين. عايزين ايه، نحمرها في السمنة. انا برضو مش عايزه احط سمنه كتير، انا عايزه بالمعقول علشان خاطر برضو ما تبقاش تقيله على القلب وتبقى تقيله كده. عايزه احط بالمعقول، عشان كده انا مش يعني بحط واحده واحده على قدها. ماشي اهي، هي كده كده كويسه. ماشي، اللي هو ايه، ولا عيمتها بالسمنه، ولا برضه عشان صحتنا يعني، ولا ايه مقلله منها السمنه. هي حلوه او مبلوله كده يعني، فيها سمنه تمام. برضه عشان الصحه، دي سمنه بلدي فبتدي طعم احلى. بس هحط بقى ايه، احنا حطينا حوالي معلقتين ونص. معلقتين ونص، انا بعمل كوبايتين بس مش بعمل كتير. ماشي، كوبايتين ونص. ماشي، بحب اعملها طازه. على فكره ممكن تتعمل بكميه وتضاعفي بقى انت المقدار. هي معلقتين ونص اهي، حطيت عليهم كوبايتين، كوبايتين ميه، كوبايتين ونص ميه. بس حطينا كوبايتين ونص ميه، ونفكها بقى ايه بالمضرب. واحط السكر على حسب الرغبه. السكر انا مش هقول لكم مقداره، على حسب الرغبه. فانا بالنسبه للكوبايتين ونص وبحبها مظبوطه، حطيت حوالي 5 معالق سكر. 5 معالق سكر عشان هتبقى مظبوطه، ولا معسله ولا ولا معسله ولا مسخه. والمعلقه تبقى معلقه شاي، مش 5 معالق معلقه طبيخ كبيره، لا، معلقه شاي. ماشي، انا بقى استخدمت هنا المضرب علشان خاطر نفكها بقى عشان ما تكلكعش. افضل ايه، اقلب فيها. انا فكيتها بالمضرب وبعدين وصلتها لان هي تبقى بالتخن ده. بصوا يا جماعه، التخن ده او كده كويس. ليه؟ لان هي لما تتصبح وتقعد عقبال ما تبرد بتتقل، فانا بحبس ان انا اسيبها تتخن قوي. فاحنا هنصبها بقى في الكوبايات وهي ايه، بالمقاس ده. بس كده نصبهم بقى، نبص كمان على القوام كده واحنا بنصب. مش بالراحة، سخنة جدا يعني. تمام كده. بصوا يا جماعة، بس القوام بص بدأت تتقل كمان. بس شفتوا هي بدأت كمان تتقل اهي، عشان هي هتزيد وهتتقل اكتر، فعشان كده انا طلعتها بقوام مناسب. وبعدين ايه، نحط لنا بقى ايه، مكسراتنا وحاجاتنا وجوز هند وكده. انا من عشاق الجوز هند، بحبه. الجوز هند بتاعنا كده. انا من عشاق الجوز هند فبحبه وبحط كويس هنا، بحبه. انتي بقى ده يعني على حسب الرغبة، اللي حابب حاجة يعني. تمام، على حسب ما انتي بتحبي. كل واحد حابب يحط ايه يحطه. يعني في ناس بتحبش الجوز هند فبراحتها خالص. ده مكسراتنا، نحط هنا كاجو. بس يا جماعة، ما اخدتش 5 دقايق في المطبخ
عملت لهم مشروب حلو يتدفوا بيه لاولادنا. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.